طبعا احنا امس يعني الشباب قدموا مستوى طيب، والحمد لله احنا كنا يعني كنا فترة الاعداد يعني على اتم الجاهزية. وانا شخصيا يعني اقدم اعتذاري للجمهور اليمني والشعب اليمني، وايضا يعني احنا ما فيش لاعب يدخل ارضية الملعب مش يكون متفوق، مش يكون حتى الافضل بالعالم، ولكن كرة القدم يعني اخطاء، يعني مش انا اول حارس ولا اخر حارس، طبعا هذا امور طيبه عاديه. كم حراس من بوفون لنوير لأليسون بيكر، حراس نهائيات كاس عالم، حراس نهائيات دوري ابطال اوروبا، تحصل معهم هذه الشغلات. وانا حتى امس لما البعض يعني تقول ضعف شخصيه طلب التغيير، لا بالعكس، ما أنا طلب تغيير مش خوف. لو انا خايف انا قبل المباراه بتغييره، طلب مني ادخل، لو انا خايف اتعذر باي شيء ما بدخل المباراه، بس يعني احنا هنا لخدمة الوطن. انا طلب تغيير، حسيت فترة من الفترات سبحان الله يعني حتى بعلم الفيزياء كل فعل ردة فعل، حسيت فترة من الفترات اني ابع على الفريق، ما قدرت اصنع شيء، فحسيت اني انا افضل اني اكون خارج افضل ما اكون داخل. حتى بين شهرين كنت اتكلم مع المدرب اني ابغى، بس خلاص شفت يعني كان يجهز امان اني طلبت تغيير، وانا زعلت طبعا اني طلبت تغيير وطلعت، ولكن يعني حسيت يعني شعرت يعني بإثم وحزن، وشعرت بالجمهور اليمني ب 35 مليون. يعني البعض يعتقد يقول لك هاب من الجمهور، انا وراي 35 او 40 مليون، يعني وهاب من 60 او 70 الف متفرج، يعني هذا كلام فاضي او مرفوض. فانا يعني علي عاتق كان كبير، ما هميت حتى يعني الجمهور اليمني، بالعكس نحن نشتي نخدم الكره اليمنيه، نشتي نفرق باحسن صوره، ولكن بالاول والاخير يعني هاي العبس يعني وليش ما نحب نفسي. البعض يعرفني شخصيا وتمرنت معاه، لكن هذا حال كرة القدم، حال كرة القدم. وانا امس يعني الله سبحانه وتعالى ما كانش فيه توفيق، لو انا كنت مش مستحق ما كنت موجود اليوم هنا مع جهاز فني اجنبي متطور ولا خلفيه بالكره وليش يعني جهاز فني، لكن الحمد لله اقدار الله، الحمد لله على كل حال. شكرا لك. تحياتنا للشعب والجمهور اليمني، وانا اتقبل اي انتقاد وما الوم اي شخص، يعني انتقدوا من حق اي شخص، هذه كرة القدم. انتقدوا نحن كمشجعين ننتقد ميسي وكريستيانو وهم نجوم اساطير كرة القدم، ننتقدهم والحقيقة لكل شخص، ولكن انا اقدم اعتذاري، ليس اعتذاري يعني بس كاخطاء في القدم، اعتذاري كشعب، اما ككرة قدم فهذه كرة قدم والاخطاء وارده، ولا ما فيش اخطاء ما فيش اهداف.